بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكمال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رسالتكم وفي برنامجكم رسالة سلام. هذا البرنامج برعاية قناة سلام، وأنتم تعرفون أنه يطرح برنامجا أسبوعيا بشأن كون هذا الدين رسالة سلام يحملها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق. وأحيانا يتحفنا الله عز وجل ببعض الضيوف فنخرج عن مسار البرنامج إلى استضافة بعض المشايخ، بعض طلاب العلم، حتى نستفيد منهم، ومن أجل أيضا تغيير الوجوه وتقوية العلاقة وانشراح الصدور يتم استضافة هؤلاء المشايخ وطرح مواضيع عليهم. بما أننا نحن في شهر الله الحرام، وأنتم تعلمون أن هذا الشهر العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أفضل الصيام شهر الله الحرام، وأن فيه يوما قد نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام من بطش فرعون عليه من الله ما يستحق، وأننا أمرنا نحن معاشر المسلمين أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة، باعتبار أن موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، وأنه أيضا أتى بالحنيفية السمحة، وأن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. ولما دخل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. فلم يبقى عليه الصلاة والسلام إلى ذلك العام الذي قال فيه ذلك، فتوفي صلى الله عليه وسلم. وأفتى مشايخنا وأساتذتنا بأن من السنة أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء يوما قبله أو يوما بعده، مخالفة لليهود. هذا الحدث العظيم الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله تبارك وتعالى سنناقشه اليوم مع شيخنا وأستاذنا وحبيبنا وصديقنا الشيخ عبد العزيز عطا نصراي من عبي عدي أيت ناصر مأكل جزا، هكذا يعرف بشيخنا، الله يطول لنا بعمره وينفعنا به. وباسمكم جميعا أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز عطا، وسنطرح عليه هذا الموضوع بداية باختصار شديد عن قصة موسى عليه السلام، متى ولد وأين ولد وكيف عاش، ثم كيف هاجر إلى بيت المقدس، وما الذي حدث له مع فرعون ومواقفه في ذلك. كل ذلك في هذه الدقائق المعدودات، نسأل الله تعالى أن يبارك، وذلك حتى نعرف نحن لماذا نصوم هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى. ولا يخفاكم مشاهدي الأكارم أن صيام هذا اليوم يكفر سنة كاملة، يكفر ذنوب سنة كاملة، وبذلك هو عمل مبارك وعرض رباني كبير الكل حقيقة يسعى إليه، حتى لو كان الصيام فيه مشقة في هذه الأيام لشدة الحر، إلا أن الناس يتسابقون لصيام هذين اليومين 9 والعاشر. بالمناسبة يوافق هذا اليوم إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم هو 9، فنحث الناس أن يصوموا يوم الأحد الذي هو 9، ويوم الاثنين الذي هو 10. ومن صام يوم الاثنين وصام الثلاثاء فلا حرج، ولكن السنة أن تصوم 9 وأن تصوم 10. حياك الله شيخ عبد العزيز. يا مرحبا بكم شيخنا، الله يبارك فيك. مقدمة كان لابد منها، طويلة شوية معلش سامحنا، لكن كان حتى نشرح للناس أنهم متعودين يسمعون عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يحب ما الذي يكره، لأن هذا النبي الكريم أرسل إلينا فنبين للناس كذا. عليه الصلاة والسلام. باختصار شديد قصة موسى عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
طبعا كما لا يخفاك شيخ برهان، بني إسرائيل الأصل سكناهم في منطقة بيت المقدس، وسبب رحيلهم مع رحيل يوسف عليه السلام حينما بيع وسكن في مصر وأصبح عزيز مصر، وكان في فلسطين وبيت المقدس مجاعا، فاستقدمهم هناك فعاشوا سنين حتى مات يوسف ودفن، ثم كذا وولد موسى. فكان مما في الزمن الذي ولد فيه أخبر المنجمون والعرافون فرعون عليه لعائن الله. طبعا الإدارة أو القيادة أو الحكم لم يكن للفراعنة في عهد يوسف عليه السلام، وإنما كان هو كان تقول مثل ما تقول رئيس وزراء، وإلا هناك ملك فرعوني. لا ليس هذا ملك فرعوني شيخ عبد العزيز. لا، كان هناك الملك المسؤول وهو عزيز مصر. عزيز مصر هذا ليس ملك فرعوني يا شيخ عبد العزيز، تأكد منها. هم كانوا يسموهم الفراعنة يا شيخ برهان، ولو لاحظت يسموهم فراعنة وهو يسموه عزيز. اي فالفراعنة غير العزيز. الفرعون هو زي ما تقول الملك، والعزيز هو زي رئيس الوزراء. بالله. نعم. طيب أنت شيخي في هذه المسألة. فكان والدليل الذي على عندي ذلك أنا الملك في سورة يوسف قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما جاءه عينه مسؤول عن كذا وكذا ووكله حتى يأخذ بزمام الأمور ويخرج مصر من تلك المجاعة التي قالت. جميل. المعلومات الذي عندي أنا أن فترة يوسف عليه السلام كانت في فترة الأريسيوس الذين هم كانوا حكام لمصر قبل الفراعنة، ثم حصل حرب بين الفراعنة وبين هؤلاء، فتولى الفراعنة حكم مصر وأخرج هؤلاء الذين هم يسمون عزيز مصر، لا يسمى مليكهم فرعون. هذا الذي عندي، وربما يكون معلوماتك أقوى من معلوماتي. لا بأس. طيب. ثم بعد ذلك في فترة موسى طبعا مر بينه وبين يوسف ما يقارب 400 سنة بينه وبين يوسف. جميل. 400 جميل. سنة يقل أو يكثر. فهذه الفترة أخبر المنجمون لفرعون أن هناك طفل سيولد من هؤلاء القوم اللي هم بني إسرائيل. طبعا كانوا في تلك الفترة يعاملون بذلة معاملة العبيد، كانوا في مهانة بعد موت يوسف. نساءهم ويذبح أبنائهم. أيوة. لا، هذا في الفترة، طول الفترة هذه أصبحوا هناك بنظرة دونية. هم كانوا العبيد، هم كانوا الخدم، هم كانوا ليعملون مهن الوضيعة والوزارات وكذا للأقباط وغيرهم. فقالوا له أن هناك غلام سيولد من هذه الفئة سيكون هلاكك على يده وزوال ملكك. ففي البداية قرر أن يقتل كل طفل يولد في بني إسرائيل حتى لا يزول ملكه. وهذا من الغفلة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في بعض الجبابرة، ويظن إذا كان هذا أول شيء أنت آمنت به، إذا كنت آمنت بما قالوا فإذا أنت تفعل شيئا لا يفيدك. وهنا يا شيخ عبد العزيز يدلنا هذا على أن الملك لله سبحانه، هو الذي يملك هؤلاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع نعم. الملك من تشاء. نعم. واصل. نعم. في البداية بدأ يقتل جميع الأطفال، ثم رأوا أن بني إسرائيل جالسين، فجاءوا الوزراء قالوا إذا قتلتهم من يخدم؟ لم يبقى إلا النساء. فاقترحوا عليه أو قرر أن يقتلهم عاما ويبقيهم عاما. فولد هارون في العام الذي يبقيهم فيه. نعم. وهارون أكبر من موسى. وولد موسى في العام الذي يقتل فيه الأطفال. الله المستعان. ليريه الله سبحانه وتعالى قوته. فولد في هذا العام، وأمر الله سبحانه وتعالى أم موسى أن تضعه في سبتية أو في شيء ثم ترميه في اليم وابشري ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه. سنقرأ هذا المقطع من سورة القصص
إلى هذا بعد في نهاية الحلقة، فكن مستعدا إن شاء الله تعالى. فماذا فعل؟ فذهب هذا الغلام هو موسى، تربى في بيت فرعون كأنه ابن من أبنائه. جميل. فعاش وكبر وأصبح له سلطة في البلد. سبحان الله. وهو يعرف أنه من بني إسرائيل. مين؟ موسى. لا، فرعون يعرف أن موسى من بني إسرائيل. فرعون وكذلك موسى. صحيح. والدليل لأن الله سبحانه وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وهذا يدل على أن موسى كان قويا، كان يعلم. وأيضا هو يقولون كيف يقولون ضربه وكزه، يعني ضربه لكمة بس ومات. معناته كان موسى قوي عليه قوي السلام. ما شاء الله تبارك. نعم كان قويا، ولهذا وكزه وكزة فقتله. بعد ذلك لما قتل فر إلى مدين وتزوج هناك الفتاة. يقال بعض كتب المفسرين يذكرون ذلك الرجل هو شعيب في مدين، وإلى مدين أخاهم شعيب. الشيخ عبد العزيز، احكي لنا موقف ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. هذا مقطع مهم. أبشر. كيف تمر كذا سريعا؟ أبشر. لما فر عليه الصلاة والسلام تجاه مدين، وصل إلى مدين ووجد عليه مجموعة من الرعاة يسقون غنمهم بقرهم، يعني دوابهم. فوجد سبحان الله فتاتين نعم منزويتان ينتظرون هؤلاء الرعاة. فقال ما شأنكما؟ ما خطبكما؟ قالوا ما نستطيع أن نسقي ونسقي غنمنا حتى ينتهي الرعاء ويمشون. نعم. فنأتي لأن أبونا شيخ كبير ونحن لا نستطيع أن نزاحم الرجال. الله شوف الحياء. نعم قالوا ما نستطيع أن نزاحم الرجال. خوات الكريمات سامعين الكلام، ما يزاحمون الرجال. بنتي شعيب عليه السلام، يا ليت أخواتنا يفقهن هذا الأدب العظيم. فقال لهم فذهب موسى وسقى لهم. في رواية تذكر أن سقى لهم كان هناك بئر مغلق بصخرة ضخمة. نعم. فذهب موسى وحملها وألقاها فسقى لهم من ذلك البئر الذي لم يكن يستعمل. يا سلام. ثم ذهبا إلى حال سبيلهما. فلما رجع إلى والديهما استغرب أبوهما كيف رجعتما مبكرين؟ فقص له عليه القصة. فأمر إحدى ابنتيه أن تذهب وتدعو موسى، وقبل ذلك دعا موسى قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذه رسالة أيضا لكل مهاجر في سبيل الله، مهاجر خائف، أن يعني يتضرع إلى الله عز وجل وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وأن لا ييأس حتى لو كانت ثمة هناك إقامات أو شيء من الأوراق والمستندات، فإن الله عز وجل بيده كل شيء. ولذلك توجه هذا النبي العظيم الذي ولا يعلم أنه نبي، توجه إلى الله وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقبلها أيضا قال ولما توجه إلى مدين قال ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما اختيار الدول أين تهاجر إليها، أين تذهب، أنت تسأل الله عز وجل. يا رب اختر لي أين أذهب، أين أتوجه. فهداه الله أن يتوجه إلى مدين، وهناك حصل معه. لما جاءته بالله الأخت كيف جاءته؟ ثم أرسل إليه شعيب إحدى بناته، قال وصفها الله سبحانه وتعالى وصفا دقيقا فقال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الله. تمشي على استحياء. والآن للأسف يعني أصبح على استحياء، وفي مشي يجذب الرجال، وفي مشي على غير حياء. الآن للأسف في أنواع يعني من المشي. بعض النساء أصبحت أنت تستحي من مخاطبتهن من شدة جرأتها. سبحان الله. أنت تنزل رأسك حتى وهي تأتي وكأنها تقول لك
أنا مثلك، كأنها تقول أنا مثلك رجل. نعوذ بالله. للأسف. نعوذ بالله. للأسف يعني لماذا تستحي من النظر إلي؟ بل بعضهم يغضبن إذا ما نظرت إليها. ولا يضربن يا عبد العزيز بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما معنى هذه الآية شيخ عبد العزيز؟ الآن حينما تمشي المرأة، كانت قديما تلبس الخلخال. الخلخال الذي هو يجعل في الساق نوعا من الفضة، فإذا مشت يسمع له صوتها كل أيوة. كل كذا. وهذا يلفت انتباه الرجل. نعم. فالله أمرهن بأن يمشين بهدوء حتى لا يصدر هذا والمرأة عمدا تصدر هذا الصوت. نعم. ولا يضربن بأرجلهن، تضرب رجلها في الأرض وهي تمشي حتى يسمع صوت الخلخال فيلتفت إليها. هل طيب إذا المرأة لبست والله حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المرأة أن تخرج فقال فليخرجن كأنهن إيش؟ تفلات كأنهن أكرمك الله مثل التفال الذي لا ينظر إليه أحد. سبحان الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تخرج متعطرة. طيب اليوم الأخوات يخرجن لابسات كعب عالي، فإذا مرت بشارع تسمع عساها تتستر يا شيخ، ما هو بعساها والله الكعب احنا عادي يعني عادي تلبس الكعب يعني. لا مو عادي، لكن أنا أقول الآن الأمر أصبح أعظم من ذلك. الأمر أصبح أعظم من ذلك يا شيخ. الآن أصبح التبرج يعني هي مخالفة لأمر ربها لا شك، وسوف تحاسب عند الله لا شك، والموت قريب. نعم. والقبر موجود. نعم. والحساب عظيم. وهي ستدفع فواتير هذه الأمور. إذا خرجت عارية ستدفع فاتورة العري. ندرك قصة موسى ستنتهي. أي والله صح في محرم. بس أنا قصدي فجاءته على استحياء. هذا لا كيف خلينا دعنا نكمل. هناك أيضا لما جاءته على استحياء وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لا مانع أن المرأة تخاطب الرجل يعني. لا شك. تمام. أيضا قال لها كيف مشى؟ قال لا تمشي أمامي، امشي خلفي. عجيب. سأمشي أنا وأنت امشي خلفي، فإذا أردت أن أمشي اتجاه اليمين أو اتجاه اليسار ارمي حجرا حتى لا يرى شيء من عورتها إذا جاء الهواء أو شيء. وهي لا هي متسترة بس إنه إكراما. وهذا من تهيئة الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان ما يعلم أنه نبي، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه بأخلاق النبوة قبل أن يعرف أنه نبي، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. فإذا أراد أن يمشي يمين ترمي حجر. نعم. وإذا أراد أن يمشي يسار ترمي حجر باتجاه اليسار. نعم. وصل عند الشيخ شعيب. وحصل القصة التي ذكرها القرآن في سورة القصص. وتزوج إحدى ابنتيه وخدمه 10 سنوات يرعى له الغنم. الله. وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي مهرها إلا ورعى الغنم. مهرها 10 سنوات أن يخدم عند شعيب. والله مهر كثير هذا الشيخ عبد العزيز. نعم. لكن في تلك الأيام ربما لم يكن كثيرا، يعني على حسب، لأنه لم يعطيه شيء. جاء فقيرا مفلسا ما عنده شيء، طريدا وآواه وأطعمه وأسكنه وزوجه ابنته وخدمه. هذا مهرها. الخدمة هي مهرها. والله كثير ما شاء الله. واصل يا شيخ عبد العزيز. ثم بعد ذلك رجع لينذر موسى، وأوحى الله إليه بأن يذهب إلى موسى ويبلغه. وطلب موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى فيقولون من أن يجعل أخاه معه نبيا، وقالوا هذه أعظم الأخوة. نعم. هي أخوة موسى لأخيه هارون. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. شفاعة عظيمة. كنت بنا بصير. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يا سلام. فآتاه الله سبحانه وتعالى فما كانت هناك شفاعة من أخ لأخيه أعظم من شفاعة موسى لأخيه هارون. صار نبي إذ جعله نبيا. إذ فعله عند ربه ليجعله نبي. وهذا أيضا يدلنا على منزلة موسى عليه السلام عند الله سبحانه وتعالى، فهو أحد أولو العزم من الرسل الذين كانوا يعرفون بقوتهم وحزمهم وشدتهم. لماذا يسمى موسى كليم الله يا شيخ عبد العزيز؟ لأنه كلم الله
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا نعم، ليس بينه وبينه أحد. نعم، بدون ترجمة. ليس هناك. سمع كلام الله عز وجل. سمع كلام الله عند الطور. نعم. ولذلك يسمى كليم الله. الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كليم. هل هناك نبي غير هذين النبيين العظيمين قد كلم الله عز وجل حسب علمك؟ حسب علمي ربما آدم حينما خلقه. نعم، في البداية قال له اذهب فسلم على أولئك الملأ. صحيح. فكذا آدم كذلك. لكن آدم لا يسمى كليم الله ولا نبينا عليه الصلاة والسلام. آدم يسمى أبو البشر، يعني هو أبو الخليقة، هؤلاء كلهم، وهؤلاء الأنبياء كلهم من أبنائه. واصل الله معك. طيب، فذهب موسى ودعا فرعون فتكبر وتجبر وأراد أن يهلك بني إسرائيل. وكما ذكرنا أن أول كان يقتل سنة، يقتل الذكور ويستحيي نساءهم، بمعنى يحييهم، وليس بمعنى يفعل بهم الفاحشة، إنما يستحيي من الإحياء، أي كان يقتل الذكور ويبقي الإناث. هذا تفسير قوله سبحانه وتعالى ويستحيي نساءهم. ربما البعض يفهم أنه يفعل بهن الفاحشة أو يعتدي على أعراضهن، ولكن المقصد هنا في يستحيي كما ذكر المفسرون أنه يحييهن، يعني يقتل هؤلاء ويحيي هؤلاء، فكثر النساء وقل الذكور. ثم بعد ذلك أذن فرعون لموسى أن يخرج وقومه بعدما جاءتهم الآيات، القمل والضفادع والدم وكذا، يريد أن يأذن له، فأخيرا أذن له ليخرج. فخرج قوم موسى عليه الصلاة والسلام باتجاه البحر الأحمر ليعبروا إلى الضفة الأخرى التي هي بحر عظيم كان يسمى قديما بحر القلزم. أذن له فرعون شيخ عبد العزيز؟ نعم، هكذا تذكر الروايات، لأنه لو لم يأذن له لما خرج بقومه، لقتله في بيت، ولكنه بعد أن ذهب ندم وقرر أن يلحق به ليقتله، لأن فترة الليل ما تكفيه في أن يهرب كل هذه المسافة من مصر، من المدينة التي كان فيها، حتى يصل إلى البحر الأحمر، لأنه خرج في ليلة. المهم بعد ذلك موسى أدركه، ولكن ربما كذلك يكون فيها قول آخر أنه خرج موسى عليه السلام دون أن يعلم فرعون. نعم. ولكن هذا أمر يستصعب، لأنه جالس يخرج جيش كامل. كم عددهم؟ وهناك حراس، والله ليس عندي علم بالضبط بأعدادهم التي كانوا عليها. فخرج موسى، فلما وصل إلى ساحل، قيل أن عددهم كان 500,000 أو 6,000، والأغلب أنها 6,000. هذا العدد يعني مناسب لأن يكون قد خرج باتجاه البحر الأحمر وشق الله عز وجل له. أما 500,000 فعدد كثير جدا، هكذا يقولون العلماء، والله أعلم. هم عموما حينما وصلوا إلى البحر قال الله سبحانه وتعالى فأدركه فرعون. نعم. فأصبحوا فلما تراءى الجمعان، يعني أصبح قوم موسى يرون قوم فرعون وقومه وجنوده، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. فرد عليه موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر. لحظة شيخ عبد العزيز، هذا موقف عظيم. كلا إن معي ربي سيهدين، عنوان لكل داعية ولكل عالم ولكل من خرج في سبيل الله أن الله عز وجل معه، وينبغي أن يكرر هذا الكلام. كلا إن معي ربي سيهدين. لا يشترط شيخ عبد العزيز أن ينزل عليه الوحي كما كان ينزل على موسى عليه السلام، طالما أن النية صافية. ينبني على مدى ثقتك بالله أيها الداعية. يجب أن يثق بالله عز وجل. يجب، ما هذا هو أنا أقول. من الذي إذا سنثق في من إذا لم نثق في الله عز وجل؟ الداعية يخرج ويعرض نفسه للخطر ويتكلم، ثم يأتي في هذه النقطة
ولا يكون متوكلا على الله؟ يختلف. يبدأ يشك ويقول يا أخي ما ندري ماذا سيحصل. يا أخي قل كلا إن معي ربي سيهدين. عنوان هو لكل داعي ولكل مهاجر ولكل. ما العلاقة بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام؟ أليست هي علاقة الخالق المعبود بعلاقة العبد المرسول هنا؟ فإذا كانت هذه العلاقة موجودة في كل داعية، الداعية أيضا عبد لله والله عز وجل هو مولاه، تمام؟ فلذلك كلا إن معي ربي سيهدي. أيضا لما خاف موسى عليه السلام وهارون قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ماذا قال الله؟ قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. يا سلام، أعد بالله يا شيخ عبد العزيز. أسمع وأرى. يا سلام. معكما، إنني معكما. يا سلام. إذا كان الله معك فمن تخاف؟ خصوصا إذا قال الله كلا لا تخافا. أيوة، لا تخافا. إذا قال الله عز وجل لا تخاف أنا معك. الله. هو للأسف يا شيخ برهان هنا إيمانيات كثير من الخلق ضعيفة. وإلا يعني ماذا أن تكون يعني أعظم من أن يكون الله معك؟ الله بيده الملك، بيده الرزق، بيده الأمر، بيده النفع. قلوب هؤلاء الطواغيت المجرمين بيده سيستم النفع، القلوب بيده في من؟ الضر، بيده كل شيء يا شيخ برهان، كل شيء، كل ما تتخيله هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك على قوة فرعون وشدته وظلمه موسى ذهب هو وأخوه، هم خايفين، وقفوا عند فرعون والله عز وجل لما ذهبوا إليه ثبتهم الله سبحانه وتعالى وكان يتكلم فأوجس في نفسه خيفة موسى لما رأى السحرة ألقوا العصي فبدأت تتحرك فأوجس في نفسه خيفة. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. يا سلام. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. بس ارجع شوية يا شيخ عبد العزيز. قلنا لا تخف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لأن موسى مع الله عز وجل. لا شك مع الله معه. أي والله. إنني معكما، فالله سبحانه وتعالى معهما يحوطهما ويرعاهما ويسمع ويرى جل جلاله. والله معنا في كل وقتنا يسمع ويرى. حينما تكون مع الله تذكر الله، وحينما تعصي الله سبحانه وتعالى فالله يسمع ويرى. تستغفر وتتوب. تستغفر وتتوب. لا، حتى تتخيل، حتى تتهيب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يسمعك ويراك، فلا تقول إلا ما يرضيه سبحانه لا وتعالى. تقول ما يسخطه. نستغفر الله ونتوب إليه. تتأدب مع ربنا. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. ثم قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. ما الذي حدث؟ فأوحى الله إليه، قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك. هذه العصا التي قبل فترة تحولت إلى ثعبان حقيقي ثعبان حقيقي وليس يخيل إليهم أنها ثعبان. ولذلك ألغى الخيال الذي كان في سحرة موسى. تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فضرب موسى عليه السلام البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال العلماء كل فرق يعني أن الله سبحانه وتعالى لهم جعل لهم عدة طرق وليس طريقا واحدة. وقيل 12 طريق 12 طريق على حسب بطون بني إسرائيل اللي هم أبناء يعقوب 10. إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت 11 كوكبا والثاني 10 هو يوسف. نعم. فكل بطن من بطون بني إسرائيل ينتسبون إلى هؤلاء 12 سبحان الله أبناء يعقوب وهم أبناء يهوذا. وهذا يدلنا على أن شيخ برهان أن العدد كان كبير ليس مجرد 6000. يعني رواية 500,000 صحيحة ربما لأن الله سبحانه وتعالى شق لهم 12 طريقا ل6000 كثير. لكن يبدو أن العدد كان ضخما، فكل قبيلة أو كل بطن من بطون بني إسرائيل ذهبوا في خط من الخطوط حتى نجوا. سبحان الله. ثم هذه المعجزة العظيمة يا شيخ عبد العزيز، عصا يعني تقسم الطرق. ما هذا يا أخي؟ هي ليست العصا،
إنما الله أمر. هذه العصا مجرد سبب. أنت الآن لما تأتي تضرب بها ما تفعل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى ليريه. يا الله جل وعلا حينما ذكروا هجرة أو ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ذكروا أنه صعد على البراق وجاءه جبريل. قال الله سبحانه وتعالى قادر، أو حين الهجرة ركب وسافر ليعلمنا اتخاذ الأسباب. نعم. هذا العصا مجرد سبب. فانفلق هذا البحر العظيم، الله سبحانه وتعالى ذكر فانفلق فكان كل فرق كل طريق كالطود العظيم كالجبل العظيم. لا إله إلا جبل واقف من الماء، ماء ويقف هكذا، واقف وقوفا تاما. كيف يقف هذا؟ بل وماذا؟ بل وجف لهم الطريق، لأنه تخيل هذه كلها أرض زلقة ما يستطيعون عليها، فجف لهم الطريق ليعبروا. آية عظيمة، آية من آيات الله. لا إله إلا الله. ثم أغرى الله ماذا؟ فرعون وقومه ليدخلوا بعدما مضوا، فجعل فرعون يجري ليدركهم. فلما خرجوا آخر واحد من بني إسرائيل بدأ البحر يعود كما كان. سبحان الله. حتى أغرق موسى وجنده فمات، حتى أغرق فرعون وجنده ونجا موسى وشعبه. الله. هذا اليوم العظيم الذي نجى الله عز وجل. فلهذا نشكر الله سبحانه وتعالى ونصوم، لأنه أنجى موسى عليه السلام وقومه من هلاك محقق في نظرنا، في نظر الناس، في نظر الدنيا، هلاك محقق. طيب اقرأ علينا يا شيخ عبد العزيز أن انتهت حلقة هذا اليوم من سورة القصص إلى قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه. من قوله ولا إلى قوله؟ لا، إلى قوله، من بداية القصص. ما هو هنا الشاهد. اقرأ من بداية القصص يا شيخ عبد العزيز إلى نهاية قوله تعالى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما شاء الله تبارك الله. أحسنت. مشاهدينا الأكارم، كنا في حديث ماتع عن قصة موسى عليه السلام، كيف الله عز وجل نجاه هو وقومه
وأننا أمرنا وحثنا ديننا العظيم لنصوم هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى من بطش فرعون. وهكذا ربنا عز وجل سينجي وينجي وما زال ينجي سبحانه وتعالى كل داعية وكل مؤمن وكل رسول من رسله سبحانه وتعالى، ينجيه من كل طاغوت بقدرته وبحكمته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مشاهدي الأكارم، نحن على موعد يوم الاثنين أن نكون صائمين شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أسداها سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ولقومه، ونحن أحق بموسى من بني إسرائيل، وخصوصا في هذا الزمن الذين هم بدلوا وكفروا وطغوا واحتلوا بيت المقدس ظلما وعدوانا، ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. فكان نحن لابد أن نكون على الجادة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الأكارم، أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد العزيز عطا على هذا البيان والشرح الماتع مع حبيبنا، وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم، حتى ألقاكم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام